الأخبار الموجزة ليوم السبت. ترحب مساعدة الشؤون الاقتصادية لرئاسة الوزراء بكل النقاط الإيجابية والوقائعية الواردة في التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول الوضع في أفغانستان، وتعتبر هذا التحرك صورة واضحة عن التطور الحقيقي لأفغانستان وحراكها الاقتصادي الذي قدم للعالم. عاد عضو البرلمان في الإدارة السابقة من مقاطعة هيرات منور شاه بهادري إلى بلده من تركيا صباح اليوم. تلقى العديد من الشخصيات استمارات التسجيل وسيعودون إلى البلاد في الأيام القادمة. تقول وزارة شؤون الشهداء والمعاقين تم تسجيل 150,300 معاق حتى الآن، بمن فيهم المعاقون العسكريون وغير العسكريون للإدارة السابقة. التقى مدير العام لبلدية كابول المولوي عبد الرشيد مع شيوخ وزعماء قرية ألوخيل بالمنطقة السادسة عشر لحل المشاكل البيئية وغيرها، وناقشوا عددا من القضايا. تقول وزارة الزراعة والثروة الحيوانية دائرة قناة نيكراهار تمتلك 11,396 هكتارا من الأراضي في 5 مناطق.